الحسد له آثار كبيرة وآثار خطيرة وعواقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. فمن الآثار مثلا أن الحسد يدل على ضعف الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ولهذا أخبر الله عز وجل أن المشركين وأن أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أكرمه واختاره واصطفاه لرسالته فكفروا به، فكان الحسد سببا في كفرهم بالله ثم دخولهم النار لأنهم اعترضوا على قضاء الله وقدره. فالحاسد حقيقة إنما هو معترض لقضاء الله وقدره. لماذا يكون هذا غنيا؟ لماذا يكون هذا صحيحا معافى؟ لماذا يرزق هذا أولاد؟ لماذا يرزق هذا الجاه والمنصب والمكانة؟ الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لكن القسمة الحقيقية والفوز الكبير هو فيما عند الله عز وجل. قد يكون هذا صاحب مال لكنه مريض، قد يكون صحيحا في بدنه لكن عنده من الهم والقلق والأرق، وأنت ليس عندك ما عنده من الضيق أو الألم أو المرض أو الفقر أو نحو ذلك. أيضا من آثار الحسد أنه يذهب الحسنات، كما مر معنا إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أيضا الحسد يؤدي بصاحبه إلى أمور كبيرة، الغيبة والاستهزاء والسخرية. ولذلك من الأمور العجيبة أن الحاسد يتكلم في المحسود ويسبه ويشتمه وينزله من مكانته ويقول ليس أهلا لذلك، وأنا أستغرب أنه وصل إلى هذا المكان، أو من العجيب أنه ينال هذه المرتبة. أنتم أعلم أم الله؟ من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. ثم إن هذه العطية ليس فيها دليل على رضا الله عز وجل، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. بل إن بعض الناس مع الأسف حتى يحسدون الناس على حفظهم القرآن، على قيامهم بالصلاة، على استقامتهم على الدين، ويحسدونه على أن أولاده من حفاظ القرآن أو من أهل الخير أو الصلاح أو التقى.